بيحصل في فلسطين بص انا عايزك تبعت الفيديو ده وتشيره بالله عليك على قد ما تقدر لكل واحد فلسطيني، لان دي رسالة ليك واهم رسالة لكل واحد فلسطيني، ان اللي بيحصل في فلسطين والعالم شايف كل اللي بيحصل ده وعامل نايم ومنافق، وخاصة احنا كعرب. بس والله كشعب، والله كشعب كل واحد بإيديه حاجة هيبقى عايز يعملها وعايز يعملها. والله قلوبنا وإيدينا مرفوعة عشانكم. بس أنا عايز أذكركم بحاجة، ألا إن النصر قريب. والله النصر قريب، إن النصر قريب. يعني التاريخ ذكر إن كل واحد ظلم كانت نهايته إيه؟ كانت نهايته وحشة. القرآن لما اتكلم عن فرعون، شوف عمل ايه فرعون ده. قال للناس انا ربكم الاعلى. قال لإلهه، قال لهامان على ما اذكر ان هو يعمل لي سلم او حاجة عالية اطلع اقابل بيها رب موسى. يعني يا جماعة في جبروت ايه اكتر من كده؟ ولكن نهايته كانت ايه؟ طب واللي كانوا مع سيدنا موسى وكانوا بيتعذبوا، جه فرعون هيجري وراه وهيقتلهم، وسيدنا موسى كان معاهم، وخلاص بقى المزاج انشق لهم ربنا البحر. يعني كانت بينهم وبين بينهم يعني من فرعون وبين سيدنا موسى مسافة، ودول بيجروا فرين، ولكن ربنا شق لهم البحر عشان يعدوا. فقارون شوف كانت نهايته ايه؟ كان بيظلم، كانت نهايته ايه؟ فمن ظلم يظلم، ومن قتل يقتل ولو بعد حين. فاليهود اللي ربنا ما أثناش عليهم في القرآن، اقرأ سورة البقرة، مفيش صفة واحدة كويسة ربنا قالها على اليهود. لوم بقى وعتاب بقى وذم بقى وقلوبهم ايه؟ ده ربنا قال لك قلوبهم غلف. قلوبهم دي يعني واحد يجي يقول لي مش متأثرين باللي بيحصل، لا، ده ربنا ذكر لك ان قلوبهم غلف. اقرأ بس سورة البقرة، وقليل منهم، قليل القلة، ودلوقتي مبقوش موجودين المؤمنين. فوالله النصر ليكم. أذكركم أيا كنت عدد قليل، غزوة بدر ربنا ذكرها في القرآن، كان عدد المسلمين قليل، ولكن ربنا أنزل إليهم جنود من الملائكة، جنود من السماء نزلت إلى الأرض عشان تنصر المسلمين في غزوة بدر. فالنصر ليكم قريب، مهما لقيت الحياة ربنا يفتحها. فلا تقول لي بقى مثلا ايه جنوب افريقيا عملت، مع احترامي دي دولة يعني الله يبارك لهم، اعتقد ان هم ناس مش مسلمين تقريبا. لا تقول لي بقى بتاع كوريا الشمالية هيعمل، ولا تقولوا لي احنا عندنا في مصر بنقولها ده روسيا اجتمع مع بوتين وقالوا بوتين اجتمع مع رئيس كوريا الشمالية وقالوا هيعمل. ما تطلبوش العون من الغرب، انتوا طلبتوه من اخواتكم ما هتجيش من الغرب، لو هتيجي من الغرب كمصلحة. لكن والله النصر قريب، اطلبوا العون من الله. والله لا سلاح هينصركم ولا العرب برضو لو اجتمعوا هينصركم الا ان خدنا بالاسباب. ممكن، بس اللي انا عايز اوصلك ان احنا نتوكل على الله، ناخد بالاسباب ونتوكل على الله. نقول مثلا ايه لا ده احنا عايزين بس اسلحه، ده احنا عايزين، لا، ما تعلقش قلبك بالنصر الا من عند ربنا. تاني حاجه بقى نفكر بقى في الحاجات دي بقى، اسلحه او بس اللي هيكون نصر ليك